بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي مع بعض النهاردة نتكلم عن أول حاجة في كورس التصميم الإنشائي، إيه ألا وهي فيلا. عندنا فيلا صغيرة هنعمل لها نشوف إزاي نقدر نعمل لها تصميم إنشائي وندخلها على برامج التصميم سواء الإيتابس أو السيف. عندنا ممكن الفيلا يجينا فيها معماري بس، وأنت في الوضع ده بتبتدي أنت تعمل الاستاتيكال سيستم. لكن الفيلا اللي عندنا اللي احنا شغالين عليها دي الاستاتيكال سيستم بتاعها موجود وكل حاجة موجودة. هنشرح عليها شرح سريع برضو. نبتدي أول حاجة دايما عن الفيلا دي، عبارة عن جراوند سلاب وعندنا فيرست سلاب وعندنا روف سلاب. فدي الفيلا اللي احنا شغالين عليها. أول حاجة احنا بنعملها دايما إن احنا نبتدي ننظف اللوحة بتاعتنا. هنبدأ بالجراوند سلاب مثلا. دي الجراوند سلاب. أوكي. تبتدي تحذف أي حاجة. كل الحاجات دي مش بنحتاجها. الأجساد دايما بتعلم عليها كلها وسيلكت سيميلر. أي دايمنشن برضه هتحذفه، مش محتاجين أي دايمنشن معانا. نحذف الكلام ده كله برضه بحيث اللوحة تبقى نظيفة معانا. هاتش الأعمدة برضه احنا مش محتاجينه. أوكي. أي دايمنشن برضه هنشيله بحيث اللوحة تبقى موجودة معانا بالمنظر ده. جاهزة إن هي تخش على برامج التصميم. تمام. هنبتدي بقى نعمل الدي اكس اف. الدي اكس اف أول حاجة بنعملها بنبتدي نعمل لاير لكل حاجة. عندنا موجود هنا سلاب 22 سنتي. أوكي. وليكن باللون ده مثلا. بعد كده عندنا سلاب بنحط زيرو طبعا قبل أي لاير بحيث إن هي تبقى ظاهرة معايا في الأول، ما تبقاش لأن اللاير بتبقى كتيرة فما تبقاش اللاير موجودة تحت. يبقى معروف إن اللاير اللي أنا هدخلها معايا الدي اكس اف موجودة فوق. عندي لاير السلاب 16 سنتي برضه زيرو. عندي سلاب 18 سنتي برضه. بعمل لها اللاير بتاعتها وغير لونها برضه عشان يبقى في اختلاف تكون الدنيا أوضح معايا. عملت لون. بعد كده هحتاج إن أنا أعمل لاير الأعمدة. لاير الأعمدة موجودة معايا قدامي هنا. اللي عندي سي 3 0. تمام. سي 3. أوكي. ممكن إن أنا أجيبه من هنا. ممكن مش شرط يعني، ممكن أعمله سي 3 أكتب إن هو 30 في 40. فمش ضروري أوي برضه. تمام. عندي سي 1. أوكي. عندنا 0. سي 2 برضه. وعندنا 0 سي 4. تمام. وعندنا 0 سي 4 ستاف. اوكي. و0 سي 5. و0 سي 6. عندنا برضو اخر عمود معانا موجود اللي هو 0 سي اي. تمام. دي كده الاعمده اللي موجوده. محتاجين نغير الوانها عشان برضو تبقى متشابهه مع بعض. فندي لكل عمود لون مثلا. لون الابيض مثلا. تمام كده. يبقى دي اهم الحاجات اللي عندنا بيم. هنشوف البيم برضو نعمل لها اللاير بتاعتها. بس مبدئيا خلينا نعمل الاعمده. الاعمده اهم حاجه تكون يعني بصيغه ريكتانجولار او بولي لاين. دي اهم حاجه. هي هنا موجوده معانا مظبوط يعني كده هي مناسب الموضوع. بس عندنا في اعمده اعمده اتجاهاتها مختلفه عشان ما تخشش عندنا على البرنامج تبقى فيها مشاكل زي سي 3 ده. خلينا نتكلم محتاجين برضو نفصله. يعني نعمل منه اتنين. يعني نخليه مثلا 0 سي 3 30 في 40. تمام. ونرجع الأولاني ممكن نعدله نخليه 40 في 30. تمام. بحيث يسهل عليا الرسم جوه. فنخلي الأعمدة للاتجاه ده. ونيجي هنا كده نعمل لها يعني زي قصين كده لللير بتاعتها اللي هي 0 سي 3 40 في 30. ودول كده دول اللي هم هيبقوا 30 في 40. 3 سي 3 30 في 40. يبقى احنا عملنا الأعمدة دي. عندنا الثلاث أعمدة اللي في النص عندنا فوق جدول الأعمدة بتاعهم على طول. في أمر تاني نقدر نجيب الشاشتين قصاد بعض بس الموضوع مش مستاهل. عندنا دول سي 5 نفس الوضع برضو. تلاتة دول كده سي 5. تعال نشوفهم. هما دول كده فهنغير برضو في سي 5. سي 5 نعمل لها دي رينيم. سي 5 عندنا 30 في 40 برضو.
فرينيم 30 في 40. تمام. وهاجي أعمل واحد لاير تانية وأسميها 0 C5 40 في 30. اللون زي ما قلت لكم مش هيفرق معايا. واتفقنا إن إحنا الأعمدة اللي هي في الاتجاه ده هي دي. لا فوق بقى خلاص بتلاقي الحاجة كلها موجودة. دي هتبقى C5 اللي هي 30 في 40. وده هيبقى C5 40 في 30. 40 في 30 يبقى كده خلصنا C5. عندنا التلات أعمدة دول اللي هم عبارة عن C4 ستار وC6 وC4 ستار برضو. عندنا التلات أعمدة اللي في النص دول. التلات أعمدة دول عبارة عن، لو طلعنا على الجدول فوق يبقى C4 ستار C4 ستار وC6. C4 ستار ما عندناش أعمدة تانية في الاتجاه التاني، فاحنا بنكتفي إن احنا نخلي اللاير اللي عندنا موجودة اللي هي C4 ستار، وهنحطها ايه اللي هي C4 ستار. تمام. وده نفس الكلام C6 ما عندناش أصلا أعمدة تانية غير ده C6، فهنختاره ونعلم عليه ويبقى هو الC6. تمام. هنبتدي عندنا صف الأعمدة اللي تحت. عندنا العمودين دول اللي فاضلين والأعمدة اللي تحت. نطلع الجدول بتاعنا. الأعمدة اللي تحت سي عبارة عن C4. الاتنين C4 واتجاههم واحد برضو. والاتنين طرفيين دول C1 وبرضو اتجاههم واحد. فسريعا كده دي C4. نغيرها من فوق نديها لير C4. تمام. ودول الاتنين دول برضو C1. C1 اللي في النص ده C2. والاتنين دول C3. بس C3 دول اللي هم 30 في 40 مش 40 في 30. C3 30 في 40 نفس اللون الابيض اللي احنا اللي خده C3 اللي فوق دول. كده يبقى احنا كده خلصنا الاعمده. كده هيبقى فاضل لنا الكاميرات والبلاطات. الكاميرات برضو بنعمل لها لاير بنفس زي الاعمده بالظبط، زي لاير الاعمده نسميها 0 بي 1 20 في 60 زي ما انتم شايفين. وبنبتدي نرسمها بالوضع الاتي. بنعمل امر لاين وبندوس شيفت كليك يمين بتوين تو بوينت. تمام. انا ممكن اكتفي بالخط ده، انا مش محتاج الكلام ده طبعا، فبأمر ترم كده بشيله خالص. نفس الكلام انا مش محتاج الكلام ده وأمر ترم بشيله. انا هي دي الكاميرا تكفيني للكاميرتين. بعمل اكستند بحيث الكاميرا تمتد معايا تعدي الجنب التاني. هنظبطها دلوقتي. تمام كده رسمنا الكاميرا الأولانية. هنحتاج نرسم الكاميرا التانية اللي هي باتنين وأمر لاين. شيفت كليك يمين من بتوين تو بوينت هنا وهنا برضو. الكاميرا دي طبعا لازم تركب على الكاميرا دي من هنا كده وأعمل اكستند. تمام. على سنتر العمود على طول. طبعا في حاجة مهمة جدا، لازم الكاميرات هنبتدي بس نحذف اللاير الكاميرات القديمة ونبتدي نحذف حتى مسمياتها، خلاص مش محتاجينها. مش محتاجين الكلام ده كله. هنبتدي نحذف دي ونبتدي نحذف دي. تمام. ففي حاجة مهمة جدا اللي هي إن الكاميرات لازم تبقى جاية في سنتر العمل. طيب يعني عمود زي ده مفيش فيه مشكلة، خلاص الكاميرا جاية في السنتر بتاعه. عمود زي ده محتاجين إن إحنا العمود ده كده نرجع كده نعمل له موف ونحركه. نجيب السنتر بتاعه. ده السنتر بتاعه. نجيبه عند التقاء الكاميرتين كده مفيش فيه أي مشاكل. نفس الكلام العمود ده محتاجين نحركه. نجيب السنتر بتاعه كده بالظبط هنا كده. أوكي. عندنا نفس الكلام العمود ده نحتاج إن إحنا نحركه بحيث إن هو عشان يقدر يلقط الكاميرا على برنامج الإيتابس فبيحتاج إن هو يتحرك بالطريقة دي. ممكن نمد الكاميرا شوية لجوه بحيث إن العمود يقدر يتحرك هنا كده. دي البلاطة الموجودة معانا نرجعها عشان نقدر نبتدي. كده احنا مستعدين إن احنا رسمنا الكاميرات، مستعدين إن احنا نرسم البلاطات بتاعتنا بالتقسيمة بتاعتها. حاجة أخيرة بس هنقفل هنا كده زي ما كانت متقفلة الأول.
كده جاهزين إن إحنا نرسم البلاطات. كده هنبتدي نكمل مع بعض البلاطات. كان في بس حاجة تعديل بسيط، أنا شلت البلاطات ال16 اللي كانوا هنا لأن هي كانت بلاطات السلم، فإحنا مش هيبقى في وقت إن إحنا نشتغل السلم في الكورس ده، وده نشرحه إن شاء الله تاني في كورس تاني مرة واحدة، فأنا شلتهم خلاص. هنبتدي من أول حاجة من المناور، بنشيل الإكسات ديت كده بالمنظر ده. تمام، وهنا برضه نفس الكلام. نبتدي نجيب layer void، zero void المفروض احنا مسمينها، خلي بس اللون يبقى باي layer عشان نقدر تكون واضحة معانا أكتر، بأمر باوندريز على طول برضه. big point، boundary، big point هنا أول واحد، اللي بعده برضه boundary بنفس الطريقة. لازم الشكل يبقى ظاهر معاك كله في الشاشة زي كده برضه boundary. اوكي، boundary. اوكي، باقي المنورين الصغيرين دول هنا برضه. يبقى كده رسمنا المناور، نبتدي نرسم البلاطات ال 18 سنتي. فبنيجي من فوق بنجيب برضو سلاب 0.18، ممكن نرسمها بأمر باوندري بالمنظر ده، وممكن برضو على فكرة إن إحنا نرسمها بأمر بولي لاين زي كده، بولي لاين. يعني لو في حد عنده مشكلة في الباوندري أو حد مش عايز يعمل باوندري ترسمها كده بالمنظر ده، فبتبقى البلاطة معاك موجودة. تمام. عايزين بقى آخر حاجة إن إحنا نرسم البلاطة ال 22 بتاعتنا، هي دي آخر حاجة مطبقية معانا. يفضل وأنا جاي أشتغل البلاطة الأخيرة معايا إن أنا دايما أجي على في اللاير واجي على لاير الكولوم كلها واخفيها كده بالمنظر ده، كل الكولوم عموما يعني. تمام، اوكي، خلاص دي انا مش محتاجها هشيلها، نفس الكلام دي هشيلها برضه مش محتاجها، ودي نفس الكلام انا هشيلها. وابتدي اختار اللاير بتاعتي اللي هي سلاب 22 واقول باوندري، ترجع لورا شويه عشان الشاشه كلها تظهر معاك، تضغط انتر. اوكي، اترسمت معانا البلاطه الاخيره، هنبتدي نرجع كل اللايرات اللي عندنا نظهرها، ويبقى بكده انتهينا من ان احنا ازاي نعمل الدي اكس اف. خلاص كده ظهرت معايا، فبيبقى ناقص آخر خطوة وهي يعني أهم خطوة هقول لكم عليها دلوقتي. آخر حاجة إن أنا سايف الملف دي إكس إف، فأنا دايما هحتاج إن أنا آخده من نقطة ثابتة، هعلم عليه كله وهعمل له موف، وهختار نقطة ثابتة وليكن نقطة العمود ده، وبنزل تحت هنا كده بقول زيرو وزيرو زيرو. أوكي، المفروض إن هو راح كده للزيرو والزيرو، نقدر إن إحنا دبل كليك على البكرة بتاعت الماوس، هو راح للزيرو والزيرو مظبوط من مكان العمود ده، خلاص عملنا له موف. تتعلمه كده وهو مكانه في نفس اللوحة، دوس دبليو. اوكي، تختار الوحدات بتاعتك تبقى بالمتر. تمام، وبتبتدي تختار تا من هنا، تقدر تختار انت عايز تسيفه فين وتدوس اوكي. وعلى نفس الطريقة دي هنعمل الدي اكس اف بتاع الفيرست فلور، ونفس الطريقة برضه هنعمل الدي اكس اف بتاع الروف فلور. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم ازاي نقدر نعرف الماتيريال، ونبدأ نخش على برنامج الايتابس عشان نبتدي ندخل الدي اكس اف ده معانا على برنامج الايتابس. هعمل انا الدي اكس اف بتاع الفيرست فلور، هجهزه الفيرست والدي اكس اف بتاع الروف فلور بحيث يبقى جاهز معانا، وانتوا هتقدروا تعملوه بنفس الطريقه دي، او اي دي اكس اف تاني تقدروا تعملوه بنفس الطريقه دي ان شاء الله بكل بساطه يعني.